بيرجع لمستواه المعتاد يعني. ولكن يا جماعه احنا بنلعب على ارضنا مع شباب بلوزداد، بنلعب على ارضنا، على ارضنا احنا. الاهلي كان كويس، ما قلناش حاجه، كان كويس الاهلي، ولكن يعني الاهداف، تسجيل الاهداف، تسجيل الفرص، يعني لما يجيلك مثلا 15,000 فرصه في الشوط الاول بس، فانت يعني انت فاهمني، وما تجيبش منهم ولا هدف، فانت في حاجه غلط، في حاجة غلط. تاني وتالت ورابع مليون بنعيدها تاني، مشكلة الأهلي يا جماعة في مهاجم. عايزين مهاجم محترم للنادي الأهلي، مهاجم تقيل للنادي الأهلي، مهاجم تقيل النهاردة شفنا فرص كتيرة جدا للنادي الأهلي، بس مين يسجل؟ مين يجيب؟ معاك كهربا عطل، في حاجة غلط مع كهربا. نتكلم على الشوط الأول، حسين الشحات، في حاجة يا جماعة والله العظيم، في حاجة غلط عندنا. كل ما نجم عندنا يتألق ويسجل أهداف وبتاع، بيحصل له حاجة في النص كده، بتعطله. تحصل له حاجة في النص كده، بتوقفه، تقول له اقف يا عم، انت رايح فين؟ انت هتسجل بقى وتبقى نجم وهداف والكلام ده؟ مفيش الكلام ده. انت تعمل كل حاجة في الملعب، كل حاجة انت عايزها تعملها في الملعب، انما نجيب اهداف ما تجيبش. لا، انت مع النادي الاهلي يابا ما نجيبش اهداف. مش عارف ليه، مش عارف ليه الفكره دي اصلا. مش في ده، حتى هو الجمعه النهارده في الاستوديو التحليل بين الشوطين بيقول لك الماتش ده محتاج موديست. يعني شفت وصلنا لدرجه ايه؟ محتاجين موديست في ماتش النهارده في الشوط الاول. موديست هو اللي هيسجل لنا كل اللعيبه اللي كل المهاجمين الموجودين مع النادي الاهلي في الشوط الاول ما مش عارفين يسجلوا، فهو محتاجين مين بقى؟ موديست اللي هو ما بيسجلش اصلا. احنا عندنا حاجة غلط في موضوع تسجيل الاهداف ده، في حاجة غلط لازم نصلحها، لازم نبص كده بعينينا ونشوف في حاجة بتحصل غلط عندنا في الاهلي يا جماعة. في ايه؟ في ايه؟ فرص كتير قوي، كتير قوي. ترجم بقى الفرص دي الاهداف؟ لا، ما تعرفش. لو انت معاك مين، لو انت معاك بنزيما، مش هتعرف. في حاجة غلط، في حاجة غلط عندنا. سحر بقى، ما اعرفش، في حاجة مش طبيعية. فرص بتضيع بطريقة غريبة، بطريقة غريبة. أداء الأهلي ممتاز، كويس جدا، سجل، تسجيل مفيش. طب ليه؟ أنا مش عارف وتعبت بصراحة.